اكتشفت إيه عن نفسك كمخرج وأنت بتدير لأول مرة عدد كبير جدًا من الممثلين؟ يعني كان عندي لأن أنا كنت باشتغل مساعد مخرج مع أستاذ داوود، مع أستاذ خيري، مع رضوان آه. الكاشف، مع يعني كنت باشتغل مساعد بقى لي شوية، فوأنتِ مساعد مخرج بتختبري علاقتِك مع مع الآخرين الناس. والقيادة والحاجات دي. مع الممثلين يمكن أنا اكتشفت حُبّي للممثل في سهر الليالي، يعني في مشروع التخرُّج كان عندي نفس الpassion بس مش ما كنتش مركّز فيها أوي لإنه كان كتابتي مبدئيًا ولإنه الأفلام القصيّرة ما بتلحقيش تشتغلي فيها بشغل حقيقي، بس أنا اكتشفت وأنا باشتغل في سهر الليالي لإن أنا بابقى مثلًا أنا رايح النهارده الlocation عندي المشاهد مش باقعد أذاكرها هاحُط الكاميرا فين ومين هيتحرّك إزاي وكده، باذاكرها إن أنا أقراها وأحسّها. فباروح أنا بالإحساس، الإحساس ده هاعمل بيه إيه هيطلع إن شاء الله ما أعرفش، بس باخد الإحساس، يعني أنا لمّا أنا رايح في الأيام بتاعة خناقات منى وفتحي، فبابقى رايح عندي ألم العلاقة دي اللي بتتفك، شايله، هاعمل بيه إيه ما أعرفش، هاحط الكاميرا فين مش مهم، بس holding الإحساس، فأنا غالبًا اكتشفت في الفيلم ده إن هي دي طريقتي للتحضير، إن أنا أحط نفسي في مشاعر الشخصية دي وفي مشاعر الشخصية دي، يعني وأنا بافكر دايمًا بتحطي نفسِك في الأطراف كلها، مش في طرف ضد طرف، يعني هو كل واحد شايف إيه، هو ده حاسس إيه، فأنا بس هي دي الفكرة إنه زي ما باقول لِك كده أنتِ بيبقى عندِك تحضير إن أنا أحاول أستطعم المشهد باقراه بشكل بسيط خالص، مش إن أنا أفكر كmise en scène هنعمل إيه، يعني دي حاجات باحلها في اللوكيشن، بالنسبة لي بادوّر على mise en scène حقيقي، على حاجة المهم أوصل للإحساس اللي جالي ده لمّا قريت. ولمّا الفيلم نزل يعني الإحساس اللي حضرتك بتتكلم عليه وصل للناس كلها وحقق نجاح كبير جدًا، لكن أكيد مع النجاح الكبير بيبقى في مسؤولية كبيرة للفنان إنه يحس إنه بقى طموحه عالي وعايز يقدم حاجة على نفس المستوى أو أفضل، وأكيد تبقى مرحلة صعبة جدًا لغاية ما تلاقي المشروع اللي بعده اللي يعني برضه بيرد على كل الحاجات اللي بتدوّر عليها في أي مشروع. عِشت الفترة الصعبة دي إزاي؟ يعني هي دي كانت من أصعب فترات حياتي الصراحة من بعد سهر الليالي، لإنه لمّا تقعدي 3 سنين تشتغلي على حاجة، وبعدين الحاجة دي تخلص، فمرّة واحدة بتحسي بخواء، الmission بتاعتك خلصت، وخلصت ونجحت تمام، بس أوكي هنعمل إيه بالنجاح ده؟ هِوّ كده عارفة اللي هو عدم اتزان شوية، سافرنا كتير، مهرجانات كتير، حاجات، كان بيتعرض عليَّ حاجات كتير، كل اللي كان بيتعرض عليَّ ما كانش قد طموحي، فكرة هو إحنا ليه بنشتغل مخرجين؟ إذا ما كانش عندك حاجة تضيفها أو عندك طعم خاص أو عندك شخصية خاصة ودورك إن أنت تكتشفها بشكل ما يعني فما فيش لازمة. فأنا بالنسبة لي أنا ما كنتش عايز أعمل فيلم عشان أعلق رتبة المخرج عشان أنخرط في السينما التجارية، أعمل اللي بيتعمل حلو وعلى عيني وعلى راسي بس ما يخصنيش. أنا بدور على اللي يخصني أنا، اللي أنا أحب أقوله، ألاقي نفسي فيه، أحس إن أنا ما شفتوش قبل كده، يعني لازم يبقى في شيء ما بيحركني. بس فما كانش في توفيق في الفترة دي كتير لغاية أعتقد سنة 2006 بعدها ب3 سنين كان في مشروع مع منتج، والمشروع أنا تحمست ليه فنيًا جدًا، بس المشكلة إن أنا كنت جاي من سهر ليالي مجروح، مجروح بمعنى إن أنا كنت مخرج لأول مرة عنيد جدًا، وما بيفرقش معايا حاجة، مقطّع بطاقتي، فاللي أنا عايزه هو اللي هيحصل بمنتهى السخافة، وفي نفس الوقت الطرف الآخر المنتج ده أو الشخص ده يعني هو بالنسبة له هو ماله عامل كده ليه مش عارف إيه، يعني ما كانش مستظرفني أو هي طريقته مش عارف يعني أنا مش عارف هو كانت إيه مشكلته معايا، بس أنا ما اهتمتش لإن أنا أحمق صغير عنده حاجة و20 سنة أو 30 سنة يعني كانت التجربة مش لطيفة، فلما جينا نكرر التجربة تاني فأنا بس خليت النقطة واضحة، أنا بس قلت له إنه اللي حصل معايا في الفيلم مش هيحصل في الفيلم ده، فهو الراجل قلق طبعًا، وأنا كنت جاي محمل بالحاجات ولا هي لا خناقة ولا بتاع، هي ما أعرفش هو الراجل قال لي لأ أنا مش عايزك تعمل الفيلم، قلت له خلاص أوكي ماشي مش بلاش نعمل الفيلم، كان في نسخة أنا اشتغلت فيها مع الscript writer قلت له بس شرطي الوحيد إن النسخة اللي إحنا اشتغلنا فيها دي ما تشتغلهاش، وعندك المؤلف تمام يعني وخلاص بتعدي خد سخافة من عمري شوية، وكنت حابب المشروع يعني كان عندي طموح في المشروع ده قوي جدًا يعني، بس عدّى ده وبعدين دخلت في project الجامعة مع
استاذ عمرو قوره. البروجكت كان فيه حاجه ظريفه، فكره ان احنا بنكسبلور الشباب ونعرف هما بيقولوا ايه وبيفكروا في ايه، والفيسبوك والسياسه والحاجات، وده كان مباشره قبل السنين اللي هي كنا ابتدينا من 2007. فكانت رحله حلوه بس طولت قوي، لان هي كان طموحها كبير قوي، لان هم كانوا كلهم وجوه صغيره قوي عندهم 16 سنه و17 سنه. فبقى بنجيبهم وندربهم على التمثيل والكتابه والحاجات، وحاطين طموح كبير قوي في دماغنا ان احنا عايزين ننافس المستوى اللي بنشوفه في الاعمال الاجنبيه شويه، عايزين نبعد عن الصناعه التقليديه بتاعه الدراما. واعتقد ان احنا عملنا شغل كويس، بس للاسف جه مع توقيت عرضه في الثورة، يعني كان ممكن المسلسل ده يحقق حاجة أكتر من كده، كان ممكن يعني. في الفترة